أمه أمه، لقد أقبلوا بنو هاشم بجنازة الحسن ليدفنوه قرب النبي. ماذا تقول؟ هيا اذهب واخبر مروان وبني أمية ليلحقوا بي حتى نمنع بني هاشم من دفن الحسن بقرب النبي. نحوا ابنكم عن بيتي فإنه لا يدفن فيه شيء ولا يتك على رسول الله حجابه. قديما هتكت أنت وأبوك حجاب رسول الله، وأدخلت على بيته من لا يحب رسول الله قربه، وإن الله سائلك عن ذلك يا عائشة. إن أخي الحسن أمرني أن أقربه دار أبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحدث به عهدا. واعلمي أن أخي الحسن أعلم الناس بالله ورسوله، وأعلم بتأويل كتابه من أن يهتك على رسول الله ستره. وقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. ولقد أدخلت أنت وأبوك الرجال على بيت رسول الله بغير إذنه. وقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ولعمري لقد ضربت أنت لأبيك المعاول عند أذن رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ولعمري لقد أدخل أبوك وفاروقه الأذى على قلب رسول الله، وما رعيا من حقه ما أمرهما به الله على لسان رسوله، أن الله حرم على المؤمنين أمواتا ما حرم منهم أحياء. وتالله يا عائشة لو علمت أن هذا الذي كرهتيه من دفن أخي الحسن قرب أبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جائزا فيما بيننا وبين الله لعلمت أنه سيدفن وإن كان رغم معتصم. يا عائشة، يوم على بغل ويوم على جمل، فوالله لا تملكين نفسك ولا تملكين الأرض عداوة لبني هاشم. يا ابن الحنفية، هؤلاء الفواطم يتكلمون، فما كلامه؟ وأنا تبعدين محمدا عن الفواطم؟ فوالله لقد ولدته 3 فواطم: فاطمة بنت حزام المخزوم، وفاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت زائدة. الله الله يا بني هاشم، لا تدفنوا في بيت من لا أحب. نحن ابنكم واذهبوا به، إنكم قوم خصمون. هيا اسقوا الجنازة بالسهام. يا بني هاشم، يا بني هاشم، الله الله في وصية أخي الحسن فلا تضيعوها. يا بني هاشم، أترشقوا جنازة أخي الحسن بالسهام وأنتم تنظرون؟ أخي يا أبا الفضل، مهلا مهلا، إن هذا اليوم ليس بيومك، فوالله إن لك يوم أعظم من هذا اليوم.